ال 2 مليون جنيه تجيب لك عربيات بي ام دبليو ايه في مصر دلوقتي؟ بعد ما عملت الفيديو ده على المرسيدس طلبته مني اعمله على البي ام، وانا طبعا بنفذ طلباتكم كلها. طبعا مفيش اي بي ام دبليو زيرو بالسعر ده، عشان ارخص بي ام دبليو موجوده دلوقتي في مصر هي ال 118 اي وسعرها 2 مليون 450. ممكن تشتري بي ام دبليو اف 30 وتبقى حاله كويسه جدا ب 2 مليون، بس صعب قوي بقى اصلا انك تلاقي الحاله الكويسه دي. طب لو هتجيب اف 30 حاله عاديه طبيعيه هتلعب في رينج مليون 800 مليون 850 كده. ممكن برضو تشتري 320 الجيل اللي بعده الجي 20 اللي هو موديل 2021 في الاول خالص. الغريبه ان الفرق بين ال 5 سيريز وال 3 سيريز مش كبير، يمكن عشان كانوا بيجوا بنفس الموتور. ال 520 الجي 30 اللي من 2018 ل 2020 برضه بتلعب في رينج ال 2 مليون كده. عندك الاكس 3 الجي 01 2018 و19 كده هتبقى فوق ال 2 مليون حاجه بسيطه. في برضه الاكس 5 الاف 15 لحد 2015 او 16 تلعب برضه في نفس الرينج ده. سواء اخيرا ممكن تشتري ال 218 الجراند كوبي حاله كويسه جدا هيبقى سعرها 2 مليون، تبقى فوق الكاستر زيرو حاجه بسيطه كده بمقياس مصر. فمن غير ما اطول عليك قول طول يا ابو الصفازيف، تحبوا نطلع ل 2 مليون ونص و 3 مليون ولا ننزل للمليون؟ احب اعرف رايكم في الكومنتس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو او سبسكرايب.